نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. دونك اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون فلوغ اخر في غابه سيدي مساعد، ولكن لي زاكتيفيتي غادي يتبدلوا. ليكم معايا باش تعرفوا شنو كاين. اول حاجه سينماتيك، ثاني حاجه لي جو اللي غادي نبارطاجي معاكم، ثالث حاجه لي بارتيسيبون ديالنا كيف العاده. Girls, you look so beautiful. يا اختي جيتي زويونه تبارك الله ما شاء الله. ملي اختارينا البلاصه غادي المناسبة أننا نبداو لي زاكتيفيتي ديالنا، ولي بارتيسيبون ديال اليوم كاينة إكرام، سارة وعمي. خلي وحده انا. سير يلا 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 عرفتي كتكون قريبة سارة. يلا إكرام جالسة ولكن كاع ما صورتها. برافو إكرام. عاد خصكم بحال هكا على الأقل. سير إكرام سير 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 سير. يلا إكرام يلا. برافو جبتها يا سارة. ولا مش دايره زيد انا زيد. والله حتى جبتها. جبتها. Salut, ça va les filles, tranquille? On se balade aujourd'hui aux forêts de Sidi Msel. بالنسبه للمسابقه الثانيه اللي غتدخل فيها ماما وخالتي غتكون ثقافه عامه. يلا نبداو الاسئله ديالنا. ما وظيفه المخيخ بالجسم؟ هو اللي كيحافظ لينا على التوازن الجسمي. التوازن هو اللي كيخلينا في التوازن ديال الجسم. الغده الدمعيه، هذيك الغده فين كاينه؟ الى عين. واش اليمنيه ولا اليسريه؟ اليمين. اليسريه لا اليمينيه. كاين واحد التقبع عندنا هنا عندنا. اييه التقبع عندنا في الشفل. بلا تيخرج الدموع تيخرجوا بجوج عينين. اييه واليمنيه واليسريه. هكاك بجوج. شكون هو اول سفير في الاسلام؟ سفير في الاسلام. هو عثمان بن عفان. هو اول سفير. سفير في الاسلام عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. هي الماده السائله التي تتجمد بالحراره. ما هي الماده السائله التي تتجمد بالحراره؟ تتجمد بالحراره. تتجمد بالحراره. الماده السائله تتجمد بالحراره. حنا ما كيجينا الجوع كنغ دغيا كنديروها يعني جوج البيض. بغيتي تجمد بالحراره. هو ماده صلبه ممكن تجمد بالحراره. بومه باش كتميز. كتشوف بالليل عرفنا كتشوف بالليل باش كتميز. البومه اللي قلنا البومه نعرفوا بها واحد الحاجه. الصوت لا برقاقة. هي برقاقه بصح. الصوت ديالها باش كنعرفوها. لا باش كتميز هي. عينيها حادين كتشوفي فوق كتشوفي. عينيها ما كتقلبوش. لا عينيها ما كينعسوش. عندها قوه البصر. يعني واخا تكون مسافه بعيده غتشوفك. شي صور بادي فيهم الحمد لله. شوف الرحمن. سورة الكهف. اها بلاتي الوقيعة. لا سكتينا. الحمد لله. فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب سورة الكهف. الصفات ماشي الصفات. كان ماشي بلا باش تبان. الفاتحة سورة الكهف.
هما كاينين 5 وكينجي الصور. الصورة الأعلى لا لا في صورة الأعلى. هادو غابرين هادو. سورة الفاتحة وسورة الكهف. سبع. اييه برافو. سورة سبع. الرحمن. سورة الأنعام وفاطر. ما اسم صغير الكلب؟ ما اسمه صغير الكلب. جرو. جرو. هارو كنقول هارو كنقول مش جرو صحيح. جرو. الوجه بلا لسان يتحدث عن الزمان. ساعة. ساعة. يعطيك الصحة. ما تخلع تكونسونطرو بعدا. لماذا سميت معركة اليمامة بحديقة الموت؟ لماذا سميت معركة اليمامة بحديقة الموت. حديقة الموت؟ اسم على مسمى بحديقة كان الموت. الحرب كانوا الناس يموتوا بزاف يا كثرة الموتى كانت لكثرة الموت فيها. اذكر 3 اسماء من اسماء القيامة. الساعة. ناس كثير. برافو كملي. يوم البعث. لا يوم الحساب. قيامة. حساب. محشر. لا القيامة. يوم الحشر. لا ساعة. كاين يوم ولكن واحد السمية أخرى. يوم البعث. قيامة والبعث. الحشر. يوم القيامة شنو هو آخر يوم؟ هو يوم الآخر. يوم يوم الجمعة. الآخر. يوم الآخر. القارعة والحاقة. حاقة والحاقة. الحاقة. يوم وما أدراك ما الحاقة. من بعد ما سالينا لي زاكتيفيتي ديالنا جات الوقيته اننا ناخذ الكوتي ديالنا ونستمتعوا بهذا المنظر اللي قدامنا. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا بخير، اموركم هانيه، كيف راكم، كيف دايرين؟ المهم ان شاء الله اليوم غنديكم معايا واحد البلاصه، خليكم معايا وكنتمنى هاد الفيديو انات الاعجاب ديالكم. يلا نبداو الفيديو ديالنا. المهم حنا ندخلوا، جينا هنايا سونتر صافي سمايل، بقيتو يلا غندخل. هادي اول حاجه غادي ندير العقل، غادي يطير. دابا كنحس دابا قاعد كنبنج، كنحس القضيه غدا كتشد كنبنج. صافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم، لاباس بخير اموركم هانيه؟ يلا دخلت للدار دابا حاليا، كيف ما قلت لكم يلا دابا دخلت للدار. ما حيد درت هاد العقل. واحد استوس قالوا عليا شدي البيضه سلقيها باش اللحمه ترطب ليك تطاب ليك. اوكي نجربوا ونديروها. سلقينا البيضه يا بخي نشوفوا هادشي اللي قالوا لنا عند دونتيغ صافي سمايل. ما نكذبش عليكم والله ما ضراتني، فريمون والله ما ضراتني. هاد الدجاجه ديال البنج كنحس غير بشي حاجه كتجر فقط، اما باش ضرني ما ضراتنيش مره. دونك فوالا حيتها. دابا واش غيكون عندي العقل ولا غيمشي ليا العقل؟ دابا شنو بان ليكم في هاد اللحظه؟ ديروا بيتنا تسلقوا ونكملوا هضرتنا. دابا حاليا انايا كاع ما تغديت، باقي كاع ما تغديت واصلا ما قادرش نتغدى. او ميم طون الرونديفو الاخر عندي تقريبا حتى لو 16، بما ان اللحم تجمع وداكشي. نشوفوا سنينات الاخرين قادوا لهم المسائل ديالهم. صافي هادشي اللي كاين. ما عنديش شي حاجه اليوم بزاف الحمد لله، ما عنديش شي حاجه اللي خايبه في سناني. الحمد لله سناني قادين كيف ما كتشوفوا، سناني ديجا قادين غير بالسوسه وداكشي اللي تقادوا العماره بحال هكا تعمر الدار سميتو. دونك سي جوست لي سوان، هادشي اللي كاين وصافي. ديجا دايره مينوطور البيض غادا معايا البيض وميم طون شي درت شي حاجات. وغادي توجدوا معايا واحد الكيكه ديالنا، قررت ندير صوب كيكه نصوبها ان شاء الله بحول الله. دونك خليكم معايا، جيبوا طبيسيو المسائل. نقول لكم ان شاء الله بحول الله لي فيديو غيولي تحطوا نهار 3 ونهار الخميس ان شاء الله بحول الله، فقط كونوا في الموعد
مع الساعه 6 او 8. قولوا لي انتو شنو بغيتوا الساعه 6 ولا 8. قولوا لي باش حتى انا نكون معكم في البيضه ديالنا وجدات. صافي شكرا. اغيتي المسلسل اللي متبعه حاليا دابا انايا هو طيور النار. فريمون داك المسلسل يا سلام، كيحكي معاناه الفقراء في الزنقه، كيوقع لهم، كيفاش كيعيشوا حياتهم. كيتهربوا من واحد الراجل هو كيحاول انه يلقاهم، ما كثرش كاع، ما كرهش انه يقتلهم، بحال الفيلم المغربي اللي مؤخرا داير ضجه سميتو وقيلا كازا ستريت. وقيلا دونك تبارك الله باقي ما تفرجتش فيه، ولكن كيعاودوا عليه ما شاء الله في المستوى. المهم غادي نتفرج شويه ابخي نوجدوا الكيكه ديالنا ان شاء الله بحول الله. المكونات ديال اليوم في هذه الكيكه الجد المتواضعه واللي ما غاديش تحشمك مع الضياف وحتى مع راسك. اول مكون عندنا هما 3 البيضات. انا في هذه الزلافه درت كاوكاو، الا ما كانش عندك كاوكاو ديري الكركاع ولا اللوز. ديجا انا حمرته وطحنته شويه. ابخي درت القرفه كتعطي واحد الكو رائع. عندنا هنايا كاس ديال العنبه ديال السكر، وكاس ما عمرش بزاف زيت المائده، والخل والطحين زلافه كبيره، وعندنا قريصه ديال الملحه اللي غادي نستخدموها في المكونات ديالنا، وعندنا خميره الحلوى، وهنايا 2 كيسان ديال الخيزو يكون محكوك في الحكاكه غليظه. انا درت هنايا غير كاس واحد، وابخي خليت نشوفوا واش نزيدو ولا ما نزيدوش. ندوزو طريقه التحضير، خليكم معايا. اول حاجه غادي نديرو هي ناخذ اناء اللي فيه غادي نديرو المكونات ديالنا، ومن بعد غادي نفقسوا 3 البيضات. بالنسبه للبيض من احسن ان يكون حراره المطبخ. اما على المكون التالي فناخذ كاس ديال سنيده ديالنا نخويو في المكونات، وقريصه ديال الملحه. الا كنتي غادي ديري فاني من الاحسن انك تحيدي الملحه. وبالتالي كناخذ طراب اليدوي او طراب الكهربائي على حسب شنو عندك، ونحاول المكونات اننا يتميكساو. ومن بعد كنضيفوا الزيت بشويه بشويه، والسرعه كنحاولوا اننا نقصوا منها. كنضيفوا الجزر اللي كنا درنا 2 كيسان كنخويوهم وكنقصوا السرعه. كنجيبوا الغربال اللي فيه غادي نحاولوا نغربلو الطحين والقرفه وخميره الحلوى. الخليط ديالنا كيكون واجد على هذا الشكل في الطراب اليدوي او الطراب الكهربائي. ومن بعد ناخذ المول ديالنا اللي فيه غادي نديرو فيها البابي باش الكيك ديالنا ما يلصقش. واللي ما كانش عندكم متوفر ديروا الزبده وديروا شويه الطحين، وبالتالي ما غاديش تلصق لكم. ومن بعد ندخلوها للفران من التحت وشويه من الفوق باش تحمر لينا. اما على لا كريم باتيسيير اللي غادي نصاوبوها دابا حاليا، الا كانت متواجدش عندكم ديروا اي كريمه عندكم. بالنسبه للمكونات ديالها ناخذ الزبده مارغرين تقريبا نص معلقه كبيره، و2 معالق كبار ديال السكر، 2 كيسان كبار ديال الحليب، و2 خنيشات ديال الفاني. اول حاجه غناخذوا هذا الاناء او هذه الكاسرونه، غنضيفوا فيها السكر ولا كريم باتيسيير 2 معالق كبار غادي ناخذوا، ونضيفوا معاهم 2 كيسان كبار ديال الحليب، ومن بعد نحاولوا اننا نضيفوا 2 خنيشات ديال الفاني ونشدوا الكاسرونه ونديروها فوق العافيه تكون شويه ناقصه، وكيبقاو نحركوا باش ما تلصقش لنا لا كريمه ديالنا. لا كريم ديالنا وجدات. نحاولوا بما امكن اننا نديروها في زلافه او لا اناء، ونحاولوا اننا نديروا واحد البابي سلوفان من الفوق ونخشوها في الثلاجه باش تبرد. الكيكه ديالنا وجدات وحتى لا كريم وجدات. بالنسبه للديزاين كيبقى اختياري، انا بحكم انني مبقاش ليا كاوكاو اضطريت انني ندير فيرميسيل والكوك. كيف ما كتلاحظوا معايا
اختيار ديالكم بين يديكم، الاحسن انكم ديروا اللوز ولا الكركاع على حسب الديزاين اللي باغيين نتوما. جات لقيت ان نذوق الطبق ديالنا. من جهه التقطيعه كتبان رائعه ميم مرطبه، يعني جات مرحله تذوق. رائعه فريمون رائعه. انا غنوريكم فيديو التقطيع كيف داير. هانتوما شوفوا التقطيعه كيف دايره. فريمون عجبتني بزاف. ماشي حيت صافطه انا ما عجبتني. ماما هاكي ذوقي هاكا ترى الراي ديالك صراحه شويه ذوقي شويه ما تعجبنيش. قالت لكم محلوه وقولي لي واش زوينه. باش تقول زوينه وتقول كلمه ما شاء الله عليك زوينه مطبخ ممتاز. كتبان لك مسيره موفقه ان شاء الله في الطبخ. ان شاء الله. هو في مجال الطبخ في مجال اخر الله يعلم. كنت ديالي هذا الفيديو ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره تفرجي فيا ما تنساش انك ديروا سبسكرايب شير ولايك شي كومونتير زويون بدون رغي خشب.